والنهارده بقى جايب حاجه قمر. بصوا احنا نخش في الموضوع على طول عشان ما نعكش مع بعض الدنيا. مامة سيف عامله مشروع جميل جدا، بس انا عرفت ان الموضوع بقى فيه قصص اكبر من موضوع الاكل. فهو قال لي انا ماما عامله مشروع حلو جدا بتاع اكل في البيت وكده وكاترينج والحاجات دي، وتعالى عايزينك تدوق ونشوف الدنيا فيها ايه. ده اللي على الشيء قالوا لي احنا ما بنسرقش الكفته من المطبخ. لا 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 تحفه 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 تحفه. ده غير عايزه اقول لك حاجه بالنسبه للكفته، اغلب الوقت بعملها لحمه جملي. لا تحفه، دي معموله بلحمه جملي جامده جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من القاهره الكبرى، والنهارده بقى جايب حاجه قمر. بصوا احنا نخش في الموضوع على طول عشان ما نعكش مع بعض الدنيا. اول حاجه هعرفكم على المعلم سيف. ازيك يا كبير؟ حبيبي يا شباب. عامل ايه؟ فل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب حبيبي يا نجم مصر. حبيبي. الاكل في حاجه؟ انا متبهدل متبهدلين. نزلش الكاميرا تحت شويه خليها فوق خليها فوق كده بس. سيف بقى من الحاجات اللطيفه جدا بقى اللي عملها في حياته انه تواصل معايا، وانا بشكره على التواصل الجميل ده. مامة سيف عامله مشروع جميل جدا، بس انا عرفت ان الموضوع بقى فيه قصص اكبر من موضوع الاكل. فهو قال لي انا ماما عامله مشروع حلو جدا بتاع اكل في البيت وكده وكاترينج والحاجات دي، وتعالى عايزينك تدوق ونشوف الدنيا فيها ايه. بس ايه بقى القصه بقى من 8 سنين؟ يعني احنا من 8 سنين تقريبا كنا بادئين المشروع بان هو كان في الاول اكسسوارز، سلاسل مش اكل خالص. مش اكل خالص بس، وكان الموضوع ده شغال اونلاين برضو، اونلاين وحاجات خرجت بره مصر، وكان الموضوع كان كويس قوي تمام لحد ما جت فتره الكورونا قضت على المشروع تماما، وقعت الدنيا. وقعت الدنيا خالص تمام. بس. وجت بالصدفه ان واحده صاحبه والدتي كانت بتتغدى عندنا عادي، حلو. وجربت الاكل عجبها جدا. فالاكل ده بكام؟ طب انا اقدر اعمل ايه؟ طب انا اقدر اعمل ايه كده؟ وفجاه بقى في اوردرات بتخرج ليها هي وصاحبتها، وصاحبتها تجيب صاحبتها، وصاحبتها تجيب صاحبتها، لحد ما بدانا ان احنا نفتح البيج تمام. بدات بتجيب زباين وبتجيب بدات ناس تطلب تفاعل وبتجيب حاجات كويسه. بس الناس بتطلب نروح عاملين الاكل. البيج اسمها ايه بقى؟ مطبخ سما. مطبخ سما. وبيج الاكسسوارات اكسسوارات سما. اكسسوارات سما ومطبخ سما. هتحطهم للناس انتوا بقى في الكومنتات لما يسالوا. ده كده كده. يلا بينا بقى عشان ايه نقابل ماما ونشوف الاكل. يلا بينا. يلا بينا. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ متشكرين على الدعوه الجميله دي، ومتشكرين ان سيف يعني قال لنا نيجي عند حضرتك النهارده. والله انتوا نورتوني النهارده. ربنا يخلي حضرتك. انا ابتديت شغل الاكسسوري من حوالي 9 سنين تمام. ما شاء الله. بدايه غريبه عجيبه كده، يعني واحده صاحبتي شغاله في الشغل ده بتولد بتديني الاكونت بتاعها عشان انا اديره لها، رجعت لقيتني مكسبها فلوس كتير قوي. بداتي دخلتي في وبعد الشغل. كده عملت بقى بزنس خاص بيا. اكسسوار شكله ايه مثلا؟ يعني بقى. زي ايه؟ يعني اسامي نحاس مطليه بميه ذهب عيار 18. تمام. مش طلع اصفر. يعني لو عايز اعمل أوكي. تقصدي ان انا لو عايز اعمل اي حاجه كاستم ميد حاجه. تمام. يعني معلش عشان انا مش عندي شغل كتير. تمام. مثلا زي دي سما. تمام. اوكي. تمام. برضو مطليه ميه ذهب عيار 18. انا اقدر كف. اقول لحضرتك الحاجه اللي انا عايزها تعمليها لي. اي حاجه عايز اسمك على قلم، على محفظه، زراير قميص، ولاعه، صورتك من ناحيه على الولاعه والناحيه الثانيه اسمك، او اللوجو بتاع النادي اللي انت بتحبه، لوجو شركتك، اي حاجه بتتخيلها. لو جبت لي اي حاجه من على جوجل انا اعملها لك. طب قولي لنا بقى اول حاجه الرقم التواصل بتاع حضرتك في موضوع الاكسسوار واسم البيج. طيب هو بص، اسم البيج بالنسبه للاكسسوار هدايا سما. هدايا سما. حتى لو كتبت على جوجل بتظهر لك. تمام. رقم الموبايل 012 تمام. 716 29 554. مره كمان معلش بحب انا اكد. ماشي. 012 716 ايوه 29 ايوه 554. هو نفس الرقم للمشروعين نفس الرقم. احنا ما بنحبش نضيع وقت. جاي في اكل يا صاحبي ولا جاي في اكسسوار؟ ما ينفعش اطلب اكسسوار واكل في نفس الوقت. كله شغال. طب موضوع الاكل من سنه بقى، انا سيف قال لي انه بدات حوالي من سنه. موضوع الاكل من سنه بعد شغل الاكسسوري ده طبعا وقف بطريقه فظيعه قوي بعد الكورونا. وكنت انا بنزل ستوريهات اكل عندي في شخص شخصي، اللي هو انا زي اي واحد ست بتصور الاكل اللي بتعمله وتنزله في الاستوريات. فعندي فريند بتشتغل في نفس المجال ده، قالت طب ما انتوا شاطرين اهو بتعرفي تعملي اكل حلو، طب ما تجربي. تجربي. طبعا موضوع ان انا اعمل اكل للناس ويعجبهم ده لا صعب، لا صعب قوي. عارف يعني ايه؟ انت عايز ترضي كل الاذواق. صح. انت في البيت هنا احنا 4، كل واحد عايز ياكل حاجه بشكل غير التاني، فانت ازاي هترضي كل الناس دي؟ كنت خايفه. هي بصراحه شجعتني. ربنا يكرمك. اسم بقى صفحه الاكل. صفحه الاكل هو على الانستجرام مطبخ سما. وفيسبوك. وفي الفيسبوك
عامله جروب اسمه مطبخ وهدايا سما، لانه جامع الشغلين سوا. الاثنين ده مع جروب. بعض. يعني في جروب آه. اسمه مطبخ وهدايا سما، هما الاثنين مع بعض بقى. الاثنين مع بعض ونفس رقم التليفون. وكله على نفس رقم التليفون اللي هو كام بقى؟ 012 أيوة. 716 أيوة. 29 أيوة. 554. طب وانا داخل بقى شفت اكل حلو فعايزين نبدا ناكل بقى. جوعت. تسلم ايدك والله، تسلم ايدك، وربنا يخليك سيف يا رب، وربنا يخليك اولادك، وان شاء الله كده نشوفك في تقدم دائم طول الوقت. اللطيف بقى في الامر ان الاكل اللي اختاروه من غير ما نتناقش كله محبب الى قلبي. يعني محاشي كرنب واللي هو احلى محشي في العالم، الفراخ محمره، سمبوسك وكوبيبه والحاجات، ممبار، اللي هي جو المكممين ده، الاكل الخفيف ده. بس في طبق هناك عشان في كفته رز انت مخبيه، انت تقصد حاجه. هنبدا بالمقبلات هنبدأ وبعد كده هنا. نخش على التقيل. احنا مع بعض. ماشي، يلا دوق بقى عشان نعمل ريفيو النهارده في اكل ماما ونشوف. انتوا بتوصلوا فين بقى سعيد؟ احنا بنوصل هنا في المعادي، وبنوصل ممكن التجمع، وبنوصل كل ما هو حوالين المعادي ودار السلام. يعني خلينا نقول مثلا متوسع المعادي، بقى. دار السلام، التجمع، مصر الجديده، مدينه نصر. ما تبعدش اكتر من كده. طب بس انت كده برضو قريب من الدقي والمهندسين وكده برضو بتروح يعني. هو يعني بص، هو كده اصلا احنا بنوصل بمرسول. بمرسول. الاوردر مثلا انا مثلا في التجمع بروح جاي حاسب المسافه بالظبط على المرسول، وابعتها سكرين شوت اقول له مثلا الحساب اهو، والراجل ده اللي هيوصله. بس بيجي واحد يروح مستلم الاوردر ويوديه. ويروح موديه. اصبر بقى، يوديه زي كده. اصبر بقى عشان دلوقتي في موضوع مهم. احنا بنودي فروزن وبنودي مستوي، صح ولا فروزن بس؟ هو اغلب فروزن بس. اغلب الوقت بيبقى فروزن بس. وده من بره اهو بيبقى في العلب بالشكل ده كده وبيتوزن. الاسعار ايه بقى؟ الاسعار بقى على حسب كل يوم بيوم. طبعا اكيد الاسعار ده مختلفه. بيبقى موجود. دي مثلا الكوبيبه اهي برضو بتبقى نفس التغليف. يعني سعر الممبار كام النهارده مثلا؟ حاجه بقى اتكلم كتير بقى عشان المحشي حلو يعني. انا عايزك تعبي، انت عبي وسيبني انا مع ايه؟ بص انا مش قادر اتكلم دلوقتي. حلو. بس بص، سيبوني المحشي جامد، بس هو الممبار بوبس بتاع الصغير اللي اختي بتعمله ده جامد. ده بقول لك ايه، لا انت ما شاء الله يعني كلنا بنساعد هنا. كله كله بيساعد بجد ولا بيقول كده وخلاص؟ يساعد بياكل. ربنا يديك الصحه. انا بتاع ريفيوهات بس. انا بريفيو. عايزه اقول لك ملحوظه بس صغيره. اتفضل. انا ما بروحش اجيب الممبار من الجزار اللي جنب البيت. امال؟ احنا بنروح نجيبه من مجزر البساتين، من المذبح. من المذبح. يعني نروح المذبح الساعه 8 الصبح كده في البدري عشان عشان الممبار. ناخد طازه بتاع اليوم. لا هو حلو، والرز طبعا مفلفل ومشطشط سيكا اللي هو ايه، بس هاكله برضه. بص انا حاطه شطه خفيف عشان انتوا اللي بتاكلوا، انتوا ولادي يعني. الله. لكن بالنسبه للاوردرات لا، ما بقاش في شط. ما فيش شطه خالص الا اذا طلب. العميل طلب قال يعني انت عند حضرتك الاوبشن ان انا اعدل اللي انا عايزه. لا ده انا مدلعه الناس قوي. عايزه اقول لك حاجه، انا مش من الناس اللي بتعمل اعلان ممول وتقول لك بكام بكذا وبتاع ويصغروا قوي في الرقم والكلام ده. لا هقول لك حاجه، يعني انا جالي في يوم واحد عميله عايزه محشي زيت الزيتون، وفي اللي عايزاه بزيت ذره، واللي عايزاه بسمنه بلدي. فطبعا انت لو انت عندك كل واحد بيطلب حاجه، هتنفع ان انت تبقى عامل خلطه محشي كتير وتلف وتبيع للكل؟ لا طبعا تقدري بقى تعملي كل واحده على كأن بص اللي بياكل من حاجتي كأنه ضيف عندي. يعني نقدر نقول ان انت لو عندي مثلا طلب ان انا عايز حاجه مثلا بطريقه معينه اقدر اطلب حضرتك تنفذيها. ايوه يعني جات لي عميله قالت لي ولادي ما بيحبوش الكزبره خالص، ما تحطيش لا كزبره خضراء ولا ناشفه نهائي، عملت لها خلطه لوحدها زي ما هي عايزه، زي ما توصف اللي هي بتحبه انا بعمله لها، لان انا اصلا كمان بعمل بالطلب. يعني لازم الاوردر قبلها بيوم بس بالظبط. لا 3 4 ايام كتير. 3 4 ايام. هقول لك ليه 3 4 ايام، لان بالنسبه بالذات لو فيها ممبار، لان الممبار بياخد وقت. لازم حد يروح المذبح الصبح بدري يجيبه، وبياخد يوم كامل تنظيف. بعد ما كلوها من عندي وعرفوا انها جملي ما كانوش متوقعين. بس انا اقول لك على حاجه، الفهم. نص الناس اللي بتقول لك انا ما باكلش ضاني مثلا هو بياكل وهو مش حاسس.
مش عارف. احنا بس متعودين على الكلام، بس اللحمه الجماليه دي لحمه جميله جدا والله العظيم. كفته الرز فيري فيري هاي ريكومندد، لازم تطلبوها. انت حضرتك بتبعتيها لي محمره ولا بتبعتيها لي نيه؟ متصبعه. يعني اغلب الصفحات بتديها لك عجين، انت صبعها. يعني انا اخدها يا دوبك احمرها. انا بديها لك متصبعه ومجمده عشان ما تتفعصش ما ولا تبوظ تفكش. من الدليفري. وبتاخدها هي تطلعها تقليها. تمام جدا. وكل طبق بيبقى نص كيلو. نص كيلو عشان ما تطلعش الكيلو كامل، تفككه وترجع تجمده. طب سعر كفته الرز كام مثلا دلوقتي؟ كفته الرز لما كانت اللحمه طالعه جامد قوي كنت بطلعها ب 240، لكن اللحمه نزلت شويه بعد العيد فبقيت اطلعها ب 200. الكيلو. يعني الطبق بيبقى نص كيلو. الطبق نص كيلو ب 100 جنيه متصبع جاهز. متصبع يا دوب خدها احمرها واحطها في التسبيكه. وهتلاقي كمان طبقه بلاستيك سلوفانه بين كل طاقه واحده والثانيه علشان ما يلزقوش في بعض. تسلم ايدك والله العظيم. السمبوسه دي محشيه ايه بقى؟ في جبنه وفي يا رب تطلع جبنه. بس الفتحه دي الجبنه ميكس جبن. دي ميكس جبن. انا عندي اير فراير كمان، يعني لو في حد عاوز سمبوسه ومقليه واير فراير تعملها له في الاير فراير يعني لو طلب ده متاح. لو طلب. بص هقول لك حاجه، انا اصلا ما بطلعش الاكل مستوي، لان ايه مثلا لو المحشي في ناس تحبه مستوي قوي طري قوي، وفي ناس تحبه لا مفلفل. فانت مش هتبقى عارف البيت اللي رايح ده بيحب ايه. بس مثلا ست كبيره طلبت مني اكل حرام ما بتقدرش تقف في المطبخ، من عينيا حاضر اعمله له. يعني بالطلب برضه. يعني لو او راجل وما بيعرفش يطبخ ممكن اعمله له. الحمام بقى معلش ما كانش فيه حمام امبارح. لا ده زي الفل، عشان انا ما باكلش الحمام. نفسي اقول للناس انا ما باكلش حمام، بس بتكسف اقول لهم ايه. الناس تقول لي بتاع اكل ازاي وما بتاكلش حمام. ما بحبوش برضه، بحسه فاضي. فاضي والله انت برنس. اصل انا جاي برضه من النوادي الكبيره يعني، فيعني عندنا تكنيك كده، احنا عايزين ناكل ونتبسط. هو الاوردر الوحيد اللي انا حضرته بعناية ان هو طالع متجهز، ده كان قصه غريبه. هو عيد ميلاد بنت كان عيد ميلادها، وبدل التورت وبتاع عاملين تورته الحمام، عاملين بقى حاجات غريبه، طالبين بتنجان ومحاشي وبتاع مش عارف، حاجات غريبه جدا. صدقوا ده بجد عيد ميلاد. بجد في ناس بتحب تقلع بقى التقليعه الجديده ده جامد قوي. عزموني في عيد عزموني في عيد ميلاد. تمام في الحوار ده. طبعا احنا بنشكرك جدا على الاستضافه. ممكن اقول لك على حاجه كمان تحت امرك. بص يا سيدي، عارف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. انا مؤمنه جدا بدي. حصل ان حد طلب مني اوردر وكنسل بعد ما اتعمل، فانا ما كنتش باخد ديبوزيت. اكيد انا هبتدي ان انا لا، عشان ما ينفعش ان حد يطلب وكنسل، لا هاخد ان شاء الله اي مبلغ، عشان كانت جديه حجز. لما الاوردر ده اتلغى، في حد خده وقالت لي انا عاوزاه ضروري جدا، وبنتي وعندها ضيوف واجانب ومش عارف ايه، فانا اكلي اكل منه ناس من المانيا، وكانوا فاكرين ان ده في مطعم وعاوزين يعرفوا المطعم ده فين عشان ينزلوا عليه دايما وبتاع. قالوا لهم لا دي واحده صاحبه ماما. لا هو الاكل لذيذ جدا 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 والله. الممبار حلو والمحشي حلو والكفته الرز خطيره. اصبر بقى اصبر عشان نقفل الحلقه ونقعد براحتنا بقى. اكل بيتي بجد، يعني كانك بتاكل اكل في البيت. جروب هدايا ومطبخ سما موجود على الفيسبوك، تابعوه فيري ريكومندد. هتاكلوا اكل بيتي فعلا فعلا محترم. ولو انتوا في كل المحيط بتاع احنا هنا بنتكلم، احنا في الحدود كده ما بين دار السلام والمعادي والمنطقه دي، والراجل بيقول لك لغايه التجمع ممكن يوصل، بس هو يعني هم الجيزه كلها اكتوبر وزايد يعني امان. اكتوبر وزايد ومدينتي والرحاب، يعني احنا بنتكلم في القاهره والجيزه كلها يا جماعه. خشوا ورقم التليفون. احنا المره دي بقى هنشوف كود تحمل سيف وحافظ الرقم ولا لا. قول يا نجم. ولا حافظ يا جدع. شيف سما بقى قول لنا الرقم كده مره ثانيه. 012 716 29 554. الف شكر ليكم، وشكرا يا شيف على الاستضافه الجميله دي. ربنا يكرمك وربنا يوسع عليكي، ونشوفك مكسره الدنيا كده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.